انت برضو مختلف دايما مع جون ادوارد في القصه دي. تمام. فعايز اسمع منك. انا بالنسبه لقصه بيع زيزو، انا كنت شايف القرار الصح لاداره الزمالك ان هي تبيع زيزو لما جاله العرض من الشباب السعودي ابو 5 مليون. ابو 5 مليون. تمام. مع فكره بيع زيزو. ده كان انسب حل للزمالك. هو كان الكلام ده قبل ما جون ادوارد يجي النادي. تمام. لو الزمالك كان باع زيزو بال5 مليون دولار كان ممكن سدد ديونه وكان جدولها وارتاح من القصه ديت وقفلها نهائيا، وكان ممكن عنده كنادي كبير ان يطلع ناشئين. مش شرط ان الزمالك يكسب الدوري دلوقتي، مش مشكله، ان شاء الله لو قعد 2-3 ما بيكسبش الدوري، بس يعمل فريق من غير ما يكون مديون. لكن الزمالك ادى للاهلي اللي هو كان بيحارب ده كله عشان ما يروحش للاهلي، ادى للاهلي زيزو على طبق من فضه، وفي الاخر بقى عليه غرامات وبتزيد الغرامات وما عملش السكواد اللي هو بيحلم بيه. بس هو الزمالك اصلا يا محمد مش من الانديه اللي هي هتقعد تبني. معظم الانديه الكبيره في كل الدوريات العالم تمام ما عندوش الفرصه انه يقعد يبني 2 و3. بتبقى الظروف جبراك في حاجات وبتخلي النادي مرغم ان هو يعمل كده. يعني انا هقول لك حاجه، هل مثلا ليفربول نادي قليل؟ لا طبعا. طب ما هو قعد 30 سنه ما يكسبش الدوري، بس ما كانش بيقول انا ببني، لا كان بينافس وي. ما هو الزمالك برضه بينافس. ما هو الزمالك مثلا لو ما خدش الدوري مش هينافس على الهبوط، بس مزبوط. الفكره ان بتبقى في ظروف. هل مثلا الميلان فريق قليل؟ ده من احسن الفرق في تاريخ الكوره، وهو واليوفي. اليوفي مره كان سابع او مرتين سابع، الميلان كتير كان سابع وعاشر، بس معلش بتبقى غصب عنه.